عاد بزمانه يا صديقي. جيت لأعمل مقابلة مع السيد الفنان المحترم اللي أوده وأحبه، الفنان سيف الدين جنيدو. فكان في آه، أسئلة محددة أنا كاتبة، تمام، وعرضت عليه قبل ما أعمل المقابلة معه. المقابلة كانت طويلة، وجينا على المقابلة وعملناها، فطولت معنا تقريبا 4 ساعات من التصوير وشد العصب وكاميرا، تعرف، من هذا الترتيب. بعد ما خلصنا المقابلة قال لي الفنان سيف الدين جنيدو: أتمنى منك تحذف هذا المقطع وهذا المقطع. قلت له أكيد، لأنه كان في سردية بالمقابلة. السردية، فالفنان سيف الدين جنيدو ليس إعلامي وليس صانع محتوى، إنما هو فنان مطرب. ففي السردية بالمقابلات بيكون في أخطاء. هاي الأخطاء نحن بالمونتاج بنحذفها حفاظا على شرف المهنة. أما اللي بيمتهن الإعلام والسوشيال ميديا وصناعة المحتوى وهو بدون شرف لا عتب عليه. عرفتوا؟ يعني إنك تسرق منشور وتلحق الترند بدون ما تعرف خلفيات هذا الترند، هاي قلة أدب للمهنة، لمهنة الإعلام وصناعة المحتوى. إذا أنت مانك طالع بوجهك عم بتصور وعرفان حالك إيش عم تحكي، هاي مثل ما بقولوا قلة أدب للمهنة. أنت لا تحترم المهنة، أنت لواص على السوشيال ميديا عم تنشر فتن. أما لما بتتحقق من حقائق معينة بالأدلة الدامغة وبتنشر عندك وبتطلع بصورتك وصوتك، فأنت هون بتكون صوت الحق. هذا الفرق بين صانع المحتوى الحقيقي واللواص. عجب كم لواص في عنا نحن على السوشيال ميديا، مع حبي واحترامي لكل الشعب السوري. بس أنا عم بحكي عن مهنة في ناس درستها تعبت عليها لوصلت لها. كتير مقابلات أنا عملتها مع ناس بتركيا، أغلبها كان فيها حذف لمشاهد وما عرضناها. ليش؟ مع انه انا هون بيكون خسرت مشاهدات من دقائق. طب كنت بحسن بحطها برومو للمقابلات تبعي، مشان اضرب ترند، مشان العالم تدور على الحلقة. ما حطيتها برومو، حذفتها وكبيتها. السبب انه انا زلمة شريف، والحر الشريف ما بلزمه لايكات، ما بدور على لايكات. عرفتوا؟ ما بدور على الفتنة.